السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم يومية ام زياد في فيديو جديد. دلوقتي يا حبايبي هعمل لكم حاجة مطلوبة مني، فانا قلت اوريها لكم. دي ما بتتعملش غير في الفلاحين. هنا ممكن تعملها على وش البوتاجاز على صاجة، او ممكن تعمليها في صينية، او ممكن تعمليها في فرن لو عندك فرن. فانا دلوقتي هوريها لكم بتتعمل ايه. ده اسمه رقاق قصابي. رقاق قصابي ده ممكن تعملوا منه سندوتشات للعيال وكل حاجه. فانا يا حبايبي هوريكم عمايله دلوقتي. فانا هبدا بايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. هبدا دلوقتي بعمايل ايه؟ العجين. خليكم معايا عشان اوريكم طريقه العجين ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه ملح، شعرة سكر صغيرة عشان طبعا بتظبط ايه الوش بتاعه كده. يا حبايبي شعرة سكر صغيرة، وعشان حتى تحطوا له خميرة وكده. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. هنا يا حبايبي خميرة، كيس خميرة يا حبايبي، كيس خميرة. اللهم صل على النبي. تحط ايه يا ام زياد؟ معلقة سمنة، معلقة واحدة سمنة اهي. طبعا انا عندي قشطة، لو عندك قشطة وبزيادة حط قشطة. انا محوشة قشطة في الفريزر اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. بردك بكمية معقولة، يجي ايه؟ معلقتين قشطة ومعلقة سمنة. ايه يا ام زياد تاني؟ اللهم صل على النبي. علبتين زبادي. لازم الزبادي يا جماعة، لا اما لبن رايب لا اما الزبادي. الرقاق القصابي لا اما لبن رايب لا اما ايه؟ زبادي اهو. اهو يا حبايبي. معلقتين اهو، كوبايتين على 2 كيلو، وقشطه ومعلقه سمنه. طبعا كل ده بلف في بعضه مع ميه، طبعا ميه سخنه سخنه دافيه اللي انت تحطيها اهي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. انا جبت لكم كل حاجه على تبعتها اهي عشان تعرفوا. هرجع لكم بقى بس بمعجنه مع بعض. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما عجنت العجينه بالنظام ده، بالشكل ده. شوف الشكل العجينه يا حبيبتي بتبقى كده اهي، بتبقى كده. وبططها طبعا ايه اهي. بص بتتبطط معاك ازاي. تبططي وتسيبي ايه يهدى بس يعمل معاكش. يعني بططي صغير زي كده. بص بتبقى اهي. اعملي درجات درجات كده على صينيه. طبعا انت مش عندك الطبليه اللي عندي دي، فبيبقى على صينيه. بيبقى بالشكل ده حبيبتي اهو. بيبقى بالشكل ده اهو. خليكي معايا بقى، تعالي بصي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. هنا بمسك العجينه كده عشان لو في تراب ولا في اي حاجه ينضف اهو. اهو يا حبايبي كده. لازم يا تتمسح مره واثنين وثلاثه، تطلع اللي فيها عشان لو فيها حاجه وكده. خليكم معايا دلوقتي يا حبايبي. هتبيض اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اهو يا حبايبي، اهو يا حبايبي. بصوا اهو اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. دي احلى معايا. ده رقاق القصاب يا حبايبي اللي هو باللبن.
اهو يا حبايبي، بصوا بايده ازاي وشكله حلو. تعملي سندوتشات لعيالك باي حاجه، عامل زي الكريم اهو. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا حبايبي، بصوا يا حبايبي اهو. اللهم صل على سيدنا محمد. شويه لبن او شويه زبادي على معلقتين سمنه وبتعجنيه، بيطلع لك بالنظام ده. كفايه طعمه، ما تراعيش لشكله، راعي لطعمه وطري. ممكن تعمليه لعيالك في المدرسه بسندوتشات بطاطس، ممكن تعمليه باي حاجه، يغمسوه بعسل، يغمسوه بجبنه، باي حاجه. اهو يا حبايبي بصوا اهو، ده اسمه رقاق الصابي بتاع الفلاحين اهو يا حبايبي اهو. ممكن تعمليه على الصاجة، ممكن تعمليه في صينية على البوتاجاز، ممكن تعمليه في صينية على البوتاجاز اهو يا حبايبي. ما بياخدش حاجة، وانت قاعدة كده في الانتريه على الصينية، وتعمليه على كرسي وتعمليه زي ما انت عاوزة اهو يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد اهو. بصوا يا حبايبي اهو، والقعر اهو، اللهم صل على النبي اهو يا حبايبي. وش وظهر اهو اهو. طبعا انا وراكم الرقاق عمايل اهو يا حبايبي اهو، بردك اهو اهو. وش وظهر اهو اهو. خليكم معايا لغايه ما اوريكم في الاخر ايه. دلوقتي يا حبايبي رجعت لكم بعد ما خلصت الرقاق اهو. بصوا الرقاق طري ازاي اهو. عايز تعمليه تخين اعمليه تخين، عايز تعمليه رقيق اعمليه رقيق، ده حاجه ترجع لك انت اهو. وش وظهر اهو يا حبايبي اهو. بصوا اهو، تعملي سندوتشات للعيال بدل الفينو والحاجات دي، بدل ما تروحي تجيبي الفينو اهو يا حبايبي. بصوا اهو، فانا حبيت اوريه لكم. انت لو عملتيها زي ما قلت لكم على صاجه على البوتاجاز او صينيه على البوتاجاز هتعمليه، ما بياخدش 5 دقايق، يعني ما بياخدش وقت خالص. اللهم صل على سيدنا محمد اهو يا حبايبي. وبتر اهو، حطيه على بعضه يبقى طري، تاكليه تعملي سندوتش والحاجات دي اهي. دلوقتي يا حبايبي اهوت انا وريته لكم. ما تنسوش بقى تعملوا اشتراكات، اللي شوفنا اول مره يعمل اشتراك ان شاء الله من غير ما اقطع، ويعجبكم ان شاء الله يا حبايب قلبي. يتحط على بعضه كله كده يطرى، ويا رب يعجبكم. وعايزه تعملي رقيق اعملي رقيق، عايزه تعمليها تخين اعملي تخين، انت حاجه ترجع لك في ايديكش. واللي عنده مكنه خبز ممكن يعملوا عليها. فانا دلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.